الشرط الجزائي سلاح ذو حدين. دايما بنسمع عن الشرط الجزائي وبنشوفه مجرد رقم محطوط في آخر العقد، بس الحقيقة إن البند ده بالذات ممكن يكون هو الحامي لحقك، أو هو اللي يضيعك لو مضيت عليه وانت مش فاهم أبعاده. ببساطة الشرط الجزائي هو اتفاق مسبق على التعويض. يعني بدل ما نلف في المحاكم سنين علشان القاضي يحدد التعويض، احنا بنختصر السكة وبنقول من الأول اللي يخل بالتزامه يدفع مبلغ كذا. بس خلي بالك من نقطتين في غاية الأهمية. الأولى مبالغة الطرف التاني. أحيانا في طرف بيستغل قوته ويحط شرط جزائي ضخم جدا ومش متناسب مع قيمة العقد أصلا. هنا القانون المصري بيدي حق القاضي إنه يتدخل ويخفض المبلغ ده لو لقي إنه مبالغ فيه جدا. بس ليه تدخل نفسك في دوامة المحاكم من الأول؟ التوازن من لحظة الكتابة هو الأمان. تاني حاجة نخلي بالنا منها إثبات عدم الضرر. لو الطرف التاني أخل بالعقد بس انت فعليا ما حصلكش أي ضرر من التأخر ده، القاضي ممكن يحكم إن الشرط الجزائي ملوش لازمة أو يلغيه، لأن الهدف من الشرط هو التعويض عن ضرر حقيقي حصل، مش مجرد عقاب وخلاص. ازاي نحمي نفسنا؟ قبل ما تمضي اتأكد إن الرقم منطقي، ولو انت لسه بتكتب العقد لازم تربط الشرط الجزائي بضرر واضح هيحصل لك. يعني لو تأخير في تسليم شقة يبقى الشرط الجزائي يغطي إيجار شقة تانية مثلا، كده انت في المضمون. نصيحة النهاردة: الشرط الجزائي مش بعبع، هو ميزان. لو مال ناحية طرف بزيادة بيبوظ العقد كله. ادرسه كويس كأنك انت اللي هتدفعه قبل ما تفكر ان انت اللي هتاخده. البوست الجاي هنتكلم عن حاجة أقوى من العقد ومن الطرفين، حاجة ممكن توقف كل الاتفاقات في لحظة. لو حد فيكم حس قبل كده إن الشرط الجزائي في عقد كان تعجيزي يحكيلنا في الكومنتات. لو انتوا على يوتيوب متنسوش سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، ولو انتوا على التيك توك ريبوست وفولو، ولو انتوا على الفيسبوك متنسوش اللايك والفولو. اشوفكم في الحلقة الجاية.